للأسف في بلاد الحرمين في المساجد أيها الأحبة، وأنا أقولها وأنا منزعج جدا من هذا، أن منع الأطفال الصغار من الدخول إلى المساجد بحجة الإزعاج. منع الأطفال الصغار من دخول المساجد وأداء الصلوات الخمس مع الناس وتعلم كيفية الصلاة وكيفية أدائها. إذا منعنا الصغار من المسجد كيف يتعلمون؟ متى يسمعون الخير؟ متى يسمع الدرس؟ متى يسمع التوجيه؟ بينما مسموح لهذا الطفل أن يحضر المهرجانات التي فيها إفساد وإغواء. حرب واضحة على الدين، وحرب واضحة على تجفيف منابع الإسلام من منع هذا الجيل الصغير، حتى ينشأ لنا جيل صغير لا يفهم من الإسلام إلا اسمه، فقط يقول أنا مسلم من غير هوية، ما يعرف شعائر الإسلام، جاهل في شعائر الإسلام، بينما يعرف الأمور الأخرى من الميوعة والغناء وأمور الدنيا وغير ذلك، وهذا أمر يراد به. والنبي صلى الله عليه وسلم هو أكرم الخلق وأعظم الخلق، لم يمنع الأطفال الصغار من المسجد، بل حتى في خطبة الجمعة كان يخطب وإذ بالحسن والحسين يدخلون المسجد وهو يخطب الجمعة. نزل النبي صلى الله عليه وسلم من منبره وقبلهم وهدأهم، ثم ارتقى وأكمل خطبته ولم يمنع الصغار. فينبغي أن لا نمنع الصغار من بيوت الله عز وجل، وأن نوجههم وننصحهم ونعلمهم آداب المسجد، وأن هذه المساجد لا يصلح فيها الصراخ ولا إيذاء الناس، وينبغي أن يترك المصلون يتعبدون الله عز وجل بأريحية. أما أنهم يمنعوا بهذه الصورة فهذا خلاف ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، وهي حرب واضحة ضد دين الله عز وجل، وأن يتربى هذا الجيل على الهداية وعلى المساجد.